وصفات البسكوت دايما هي أسهل حاجة تقدروا تعملوها. مجرد ما تلتزموا بالمقادير بتطلع مظبوطة من أول مرة. فيديو النهاردة هنعمل بسكوت لذيذ جدا بجوز الهند، سهل وبسيط ومن غير أي أدوات وفي 10 دقايق. نتيجته رائعة، طعمه وريحته يجنن، جربوه جنب الشاي هتحبوه قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة. ويلا بينا نبدأ على طول. هنحتاج كوباية زبدة طرية، هنقلبها كويس لحد ما تفك. هنزود عليها كوباية سكر بودرة ونقلب. وبعد كده نص كوباية زيت، 2 بيضة متوسطة، معلقة فانيلا، رشة ملح، ونقلبهم كويس. هنزود بقى معلقتين كبار جوز هند مبشور ناعم، نص كوباية نشا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، و3 كوبايات ونص دقيق. هنضيفهم بالتدريج مش مرة واحدة، هنضيف شوية ونقلب وبعدين نضيف الباقي لحد ما نخلص الكمية كلها. هنقلب بس لحد ما الدقيق يختفي. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هندخله بقى التلاجة ربع ساعة. هنستخدم بقى معلقة واحدة عشان نطلعهم كلهم قد بعض. هنعملها على شكل كورة كده ونرصهم في صينية مفروشة سيليكون أو ورق زبدة. هنضغط عليهم ضغطة بسيطة كده، وبعدين هناخد شوكة صغيرة وندوس عليها بالشكل ده. هنخلص بقى الكمية كلها. الكمية دي عملت صينيتين بنفس الحجم ده. هندخله الفريزر 10 دقايق. بعد كده هيطلع على فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، مش أكتر ولا أقل. بعد ما يطلع من الفرن هنسيبه يبرد تماما قبل ما نحركه ولا نزينه. عشان التزيين هنحتاج 100 جرام شوكولاتة بيضة، أنا سيحتها في الميكروويف وحطيت عليها معلقة زيت. هنحتاج كمان 100 جرام جوز هند مبشور ناعم. شايفين ازاي مستوي كويس جدا؟ هنبتدي بقى ننزل نص البسكوتة في الشوكولاتة وبعدين على جوز الهند لحد ما نكمل الكمية كلها. شكله كيوت جدا، شيك ولذيذ وزي اي بسكوت بنجيبه من بره. ريحة جوز الهند تجنن، وبسيط وسهل واي حد فيكم يقدر يعمله، ونتيجته مضمونة من اول مرة. جربوه، متأكدة انه هيعجبكم. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.